السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي في كل مكان. كل الناس خير وبركة، كل الناس على راسي من فوق، كل الناس اللي بتتابعنا على دماغي من فوق. لو عندك اي استفسار او تعليق اكتبوا لنا في رسائل القناة. لو انت لسه اول مرة تشوفنا ما تنساش تبخل علينا في الاشتراك، فعل زر الجرس لو انت حابب تربية الارانب. النهاردة هنكلمكم على حاجة مهمة جدا جدا، وقبل ما نتكلم يا ريت تنزل لاخوك تحت تقديرا منك تدينا اللايك. واهم حاجه يا جماعه في الفتره الجايه ديت فتره، طبعا احنا الجو مش منتظم معانا. طبعا اللي داخل الايام جايه سعر الارنب في ارتفاع. طبعا اللي داخل علينا الايام الجايه هو مشاكل الجرب. اكبر كارثتين في حياه المربي بالنسبه للارانب هي كارثتين اتنين يا جماعه. اول كارثه هقول لك عليها اللي هو الفيروس التسمم الدموي. انت خلك مكان وانت ما بتحصنش بيزعلك جدا، وفجاه تلاقي عندك الارانب نايمه سطح. ده اول مشكله واول كارثه بيخش على المربي. تاني كارثه هكلمكم عليها هي برضو بتحطم المزرعه كلها، هي كارثه الجرب. مشاكل الجرب اهم حاجه تخلي بالك كل يومين دول من مشاكل الجرب، وابعد عن الشر وغني له. اهم حاجه تخش بيت زانيلو الاردني كل يومين ثلاثه كده، تخش تحمل المكان كله باطفال بالكبار. اهم حاجه تخش كده. اهم حاجه برضو ما تنساش التحريق. لو انت في الصيف طبعا بنحرق بالليل، لو انت في الشتاء بنحرق في يوم عادي مفيش اي مشكله. طبعا انت في الشتاء الجو مناسب، تعرف تخش بالحرق بالنهار، عايز تخش بالحرق بالليل مفيش اي مشكله. طبعا في اكيد واكيد يعني اهم حاجه كلنا عارفين في الصيف بنخش بالتحريق بالليل، يكون الجو بارد، الجو حلو ومنتظم معاك، تعرف تحرق كويس. تاني اهم يا جماعه زي ما احنا قلنا ما تنساش الدنزانول تحمل بيه كل يومين ثلاثه. تالت نقطه اهم حاجه بقى، اهم حاجه اللي هو الافوماج. ما تنساش الافوماج يا جماعه. طبعا دي الافوماج اللي هو الافريمكتين يا جماعه. دي الافريمكتين المصري اللي كل الناس عارفاه، سواء انت شغال بافريمكتين او نصر مكتين على حسب المتوافر عندك في اي مكان او في المحافظه اللي انت فيه. طبعا احنا بنخش في دي بعد ولاده الام بيومين ثلاثه، بنخش بواحد سنتي لكل ام بعد الولاده. طيب لو الام عشار وجالها جرب والكلام من ده، لو انت في اول ابتداء العشار مثلا من 10 ايام 12 13 يوم من عشار، مفيش اي مشكله تخش بسنتي. واهتم برضو بده يا جماعه، تحمل ام كويس، الضوافر، الودان، المناخير يا جماعه، كل دي لازم تشمل وتاخد بالك منها. تالت نقطة هكلمكم عليها التحريق يكون مظبوط، بالذات في الصيف يا جماعة التحريق يكون مظبوط. هيئ الجو عندك، والناس اللي بتشغل الخلية أهم حاجة تكون مشغل الخلية وفاهم أنت بشغلها إزاي، وعارف مناسبة الجو اليومين دول عاملة إزاي. درجة الحرارة النهاردة 22 أو 23، هي مش وحش قوي ولا حلو قوي. طبعا كلنا شغالين بده. ولو عجبك المعلومة ما تنساش تبخل على اخوك بالاشتراك، فعل زر الجرس لو انت مهتم وحابب تسمع معانا مجال تربية الارانب. ويا ريت تعزيزا منكم وبطلوا بخل بقى يا جماعة اللايك، ما تنسوش اللايك عشان تدعم اخوك والفيديو بتاعه يوصل بسرعة. ما تنسوش تدعمونا باللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.